السلام عليكم خوتي خواتاتي، فيديو جديد نهار جديد. اليوم غنجيب لكم واحد القصه صارت لنا كيكون في الجزائر. قتلتونا في القصص في المغرب، دابا اليوم نجيب لكم قصه في الجزائر. عوايد كنت خدام عندي واحد الحانوت تماك في الجزائر، كنت خدام به كلشي لاباس اللهم لك الحمد. وكان هبط الخدمة الصباح على الصباح، كانت على 8 وكان سالي جوا 5 6 د العشية. العوايد طلعت للدار، توصل للدار ديبريي وتخرج تصلي. مشيت صليت المغرب وانا خارج، وجاو شي دراري قال لي الله يرحمك الوالدين ديرنا شي كورسه. قال الخير هاك ضروري دينا العاصمه غدا. بقاو كيزيرو عليا انا ما عنديش الغرض في هذاك الشيء، وقال لي ضروري، قال لك ضروري تدينا كورسه نتفرجوا الماتش. كان واحد الماتش ديال شبيبه ديالنا مع اتحاد العاصمه، وقيل هذاك النهار فحال حنا كما يقولوا القبائل، كيفاش كيقولوا غير كتدخل في العاصمه البرج اللي كاين يقول لك زيار. سبحان الله العظيم القبائل. الصباح مشينا مع الصباح، وكان 6 الصباح ومشينا. كان الماتش على 10 وعلى 10 وصلت العاصمة. بلاكا بانت لهم 15 بحال تيزيوزو. البراج الأول قال لي زيار إن شاء الله غير الخير. وأنا باركيت الدراري معايا، كاين خويا الصغير قدامي وكان 3 دراري اللور، وأنا درتهم كورسة. منين شافنا القبائل قلت لك ما كيحملوناش، هو بدا يزيرني وريقات الله اكبر. وانا عندي واحد الطوموبيل هذاك الوقت بحال التراث، كما تقول التراث. شتي الطوموبيلات قدامين وهي نقيه بزاف، شريتها بالثمن بحال كتقول شي حاجه قديمه وهي مازالها جديده. ما حملنيش هذاك، ما حملناش كامل شبيبه القبائل. جينا وهو بدا كيحوس فينا. نزل الدراري كيحوس فيهم خاوات الصغير، وانا هبطني حوسني كامل. واحد فيهم فتح البيبان وبدا كيقلع الكارنيتور ديال الطوموبيل. بابا شنو كدير؟ قلت له رصاص حمار هكا حشب، رصاص حمار هذيك كيتجازب الفلوس حشب. هما كيديروا المينوط وكيطلعوا لي السونطرا ديالو. قال لي ودي وعلاش قلتي له هكا؟ الطوموبيل جات بزاف الفلوس وكيقلع فيها هكاك بحال البغل. طلعوني الكوميساريه، الطوموبيل جابوها لتماك الكوميساريه. خوتي وصحابي قلت لهم سيروا تفرجوا. صحاب الدراري الصغار الدراري الاخرين مشاو، الخاوه الصغير ما بغاش، قال لي انا نبقى معاك تماك من 10 الصباح وانا معاهم. منين جابوا الطوموبيل حوسوها مزيان ولقاو واحد الموي صغير كنت كنخليه معاه فاتح ديال الطوموبيل فاتح هذا. ولقاو واحد المويس صغير مره، ما لقاوش شنو يديروا لي. هو ما رضاش، قلت له هذيك الهضره وانا ما رضيتش. كيفاش كيجبد في الطوموبيل وهي قلت لكم بزاف د الفلوس جات. هما كيدخلوا عندي، الريسبونسابل ديالهم دخل عندي في واحد القاعه، قال لي كتجيب معاك السلاح الابيض. انا
نضحك شنو السلاح الابيض واش بدل لي هذاك المويس الصغير بحال بغاو يلصقوني شي حاجه ما كايناش مره. وهي خوتي من 10:30 ولا 10 بالضبط كيبدل المغرب وانا مازال لي في الدار. ما تقول انا جيت براني ولا انا ديال البلاد. كيخرج واحد وكيرجع واحد كيفاش حامل السلاح الابيض الله يهديكم. كيفاش حامل السلاح الابيض هذاك كنديها معايا اون سي جامي تبقى اون بان ولا شي حاجه. والله اذا جاب الله شي بتيخه في الطريق كناكلوها ولا شي خبزه. قال لي حياة والله الا تبعوني قضائيا الى يومنا هذا 13 جونفي 2024 مازال كيصيفطوني الى يومنا هذا في البلاد، مازال كيتبعوني قضائيا على هذاك المميز الصغيور اللي لقاو في الطوموبيل. هذه في بلادي حنا القبايل كما تقول الريافه ديالكم. فين مشينا زير وما كيتعاطفش معاك. اما هنا فين ما مشيت انا حبسوني انا عطيو الوراق الجزائري قلت مرحبا مرحبا بناس الجزائر هذه شهاده لله. اما هذوك الى يومنا هذا مازال كيجيوني الاستدعاءات. ما عنديش دابا واحد 20 جور دو هضرت مع الوالد قال لي والله لا ولدي مازال كيصيفطوا لك هذوك الاستدعاءات. قال لي صيفطوا لك البروسي الاول خلصتو صيفطوني وقت البروسي 500 درهم خلصوه ومازال كيتبعوني قضائيا على هذيك. هو ما رضاش ملي قلت له هذيك الكلمه وانا زعفان كيفاش كيغلى في الطوموبيل. انا بها قلت فين ما مشيتي كاين الخايب وكاين المزيان. فين ما مشيتي تقولش انا هنا الاخر كيحقرونا الاخر. فين ما مشيت هذاك بلادي. وشوف شنو داروا لي وليومين قلت لك كيتبعوني قضائيا. ماشي كنقول شي حاجه على هذيك الفيديوهات الاخرين كنلقى كومونتيرات يا ودي يا ودي. ان شاء الله يكون هذا القصه فهمتوني وعلاش كنهضر هكا وهكا. شي فيديو واحد اخر وشي قصه واحده اخرى. والسلام عليكم.